وبسبب الغلطة ديت انا ما قفلتش الفيزياء، ولو قلت لك هتضحك عليا. عارف ايه الاوحش من انك تكون مش مذاكر؟ انك تكون مذاكر وحافظ المنهج صم وحالل 100 كتابة على المنهج، بس بسبب غلطة قد كده ما تقفلش الفيزياء. بصفة المفسر الفيزياء والناس كلها شايفاني بفسر المادة وبسطها، بس عايز أقولك وأصدمك إني ما قفلتش الفيزياء في ثانوية عامة بسبب غلطة لو قلتها لك هتضحك عليا. عايز أقولك إن الغلطة إني مش عارف قانون ولا مش فاهم الفكرة، لأ، الغلطة هي ثقة زيادة عن اللزوم. كنت بحل مسألة مباشرة بالآلة الحاسبة وجيت أحلها طلع لي الناتج بالآلة الحاسبة لقيته في الاختيارات، رحت اخترت فلبست على طول. الفكرة هنا الاختيارات كلها كانت بالملي أمبير والناتج اللي طلع لي بالآلة الحاسبة كان بالأمبير، فرحت اخترت مباشرة. عارف ايه الفكرة هنا؟ إن وضع الامتحان ساعات بيحط لك كلمة في آخر السؤال أو في الإجابة كده بتقلب السؤال 180 درجة. فالفكرة إن الامتحان ما كانش صعب ولا حاجة، الفكرة إن الامتحان كان عايز تركيز، ومعظم امتحانات ثانوية عامة كده. أي امتحان ما بيكونش جهنمي صعب، لأ، الامتحان عايز تركيز. لو تركز في الأسئلة وداخل مش متوتر هتعرف تحل وإن شاء الله تقفل درجة التقفيل. أنا بقول لك غلطتي مش عشان أحبطك ولا عشان حاجة كده، أنا عايزك تتعلم من غلطات غيرك ومن غلطتك. تعلم قبل الامتحان.